بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في حقيقة الأمر أنا مدين باعتذار أنني لم أكن على المنصة في الوقت المحدد، وذلك لارتباطي بمحاضرة أخرى، وبارك الله فيكم جميعا. وأنا أتأسف مرة أخرى. أتأسف أيضا للسادة على المنصة في هذه الزمانة المباركة، من أستاذنا الدكتور ياسين أقطاي، ومن أخونا وصديقنا الحبيب الدكتور عصام عبد الشافي. ويعني بحول الله أحاول أن أختصر كلمتي، وهي تحت عنوان استراتيجية التعامل مع قضية تركستان الشرقية. ويأتي الاهتمام بهذه القضية انطلاقاً من أن فكرة الجامعية والتكاملية المطلوبة في الاهتمام بقضايا أمتنا إنما تشكل جوهر هذه الأمة الجامعة في سياق هدف الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. إن هذا الكتاب المهم للإمام الشاطبي وهو الاعتصام إنما يتعلق بمعنى الأمة وتماسكها، ومن ثم فإننا ضمن هذا المشروع الحضاري نؤكد على أن هذه القضايا التي تطرأ علينا في هذه الأمة في شرق هذا العالم أو من غربه، في جغرافيا هذا العالم الممتدة، حتى أنهم أرادوا وبشكل خطير أن يوحوا إلى الجميع بأن الأمة ليست إلا قوساً للأزمات، هكذا يتحدثون. ولكن هذه القضايا التي تتعلق بالأمة وتلك الأزمات لم نكن نحن من مثيريها أو من هؤلاء الذين يقومون بصناعة هذه الأزمات، أكثر من ذلك العالم الظالم الذي يقوم بكل الاستراتيجيات والسياسات، وفي سياق استراتيجية الإسلاموفوبيا في هذا المقام، حتى يقوموا بتصنيع الأزمات في عالمنا الإسلامي تحت دعوى وتحت غطاءات كثيرة. هذه الغطاءات غاشمة ظالمة تقوم على انتقائية معايير خطيرة في هذه المنظومة الدولية. ولعل ما استمعت إليه من الدكتور عصام عبد الشافي حول الاستراتيجية وأثر ذلك في العلاقات الدولية يكون له القدح المعلى في معالجة هذه القضية المهمة في هذا الإطار. أما الأمر هنا فيتعلق بالتعريف بالقضايا الأساسية التي تتعلق بهذه الأمة، والتي تتزامن بصدد هذا المؤتمر الكريم وبهذه الدعوة المهمة والكريمة من اتحاد علماء تركستان الشرقية، الذي أشرف بأن أكون واحد من هؤلاء المتحدثين في هذا المؤتمر الكريم. يرصد محمد أمين نور محمد الأجوري في كتابه صراع الهوية السياسية في تركستان الشرقية، تحديات الواقع وآفاق الضوء، والذي شرفت بأن أقدم لهذا الكتاب تقديماً لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة ما قام به الطالب من جهد جهيد في هذا الشأن،
وبما قام به من البحث في ذاكرة هذه القضية والبحث في مستقبل هذه القضية. يرصد محمد أمين نور محمد في كتابه صراع الهوية السياسية في تركستان الشرقية تحديات الواقع وآفاق الدور اضمحلال مظاهر هوية تركستان الشرقية في الآونة الأخيرة بتأثير من حملات الإبادة الجماعية الصينية التي استهدفت جميع مجالات عناصر الهوية الإسلامية من لغة ودين وثقافة ومعالم تاريخية وحضارية وفنون ثقافية، كما رصد الاختلال العريض الذي صنعته الصين في توازن مجتمع تركستان الشرقية والقيم الحضارية المتداولة للشعوب التي نتج عنها ظهور كثير من التحولات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. لم تتوانى السلطات الصينية عن تأسيس السجون المتطورة، وعالم الاستبداد ملة واحدة، كما يبني السيسي في مصر سجون متجددة، وكما يبني مجمعاً للسجون يضع فيه أشراف هذه الأمة، فإن هؤلاء أيضاً الذين يواجهون مجتمعات تمثل ثقافة متميزة في هذا المقام، وبما تمثل تلك الثقافة الإسلامية، فإنهم أيضاً يستعدون ببناء مزيد من السجون في هذا الإطار، وقاموا بالاعتقالات الجماعية والتي أثبتتها حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخبراء المنظمات الحقوقية أن نحو 3 ملايين مسلم محتجزون في مراكز ومعسكرات لإعادة التأهيل السياسي في الإقليم كما يدعون. وحاولت السلطات الصينية أن تبرر بأن ذلك قراراً لأمن الإقليم واستقراره. وهذا الأمر الذي يتأكد في هذا المقام وما يتمثل من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتمثل فيما يلي. الأول، حشد السلطات الشعب التركستاني في مراكز التثقيف الأحمر في هذا الإطار، والتثقيف الأحمر هو ما يعني الاستبدال الثقافي الذي يقومون به في إطار تلك الأيديولوجية الماركسية، ومحاصرة تحركات الشعب بتأسيس مراكز التفتيش على الهوية، الاعتقال على الهوية، القتل على الهوية في جميع الطرقات والمحطات والمعابر، حيث تقوم أجهزة الأمن والشرطة بتفتيش وتسجيل كل من يتنقل من حي إلى آخر وقرية إلى أخرى، ومنع أداء صلاته في غير بيته أو مسجد قريته، وحتى وزعت لكل مواطن بطاقة خاصة تبرز صلاحية أداء الصلاة وإمكانية دخوله إلى المساجد. تقنين الرقابة وتجربة التقنيات المراقبة الشديدة في هذا المقام، بحيث تراقب السلطة أفعال الشعب والكاميرات الموجودة في كل الأماكن للتجسس على أحوال هؤلاء في الشوارع والطرقات. الأمر الرابع، سياسة مراقبة سلوك الشعب من خلال الكشف اليومي والأسبوعي. فعلى حسب تقرير أعدته هيومان رايتس ووتش، فإن سلطات شينجيانغ تراقب عن كسب 36 فئة من السلوكيات قامت على تصنيفها، على سبيل المثال عدم التعاطف مع الجيران، تجنب استخدام الباب الرئيسي أو الهاتف الذكي، التبرع للمساجد بحماسة، استخدام كميات غير طبيعية من الكهرباء، في إشارة إلى المسائل التي تتعلق بخدمة المساجد وغير ذلك.
الأمر الخامس: سياسة تأخي الصينيين من أعضاء الحزب الشيوعي بالأسرة المسلمة، ونفذت في سياق سياسة قمعية في هذا المقام، ويعني في إطار أفعال تعسفية لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تكون قصر هؤلاء على أن يكون لهم نمط من الحياة يختلف عن حال الخصوصية التي يجب أن تتمتع بها كل ثقافة في هذا المقام. أيا كان هذا الأمر، فإن الأمر هذا إنما يشكل خطورة قوية. يتزامن مع هذا وليس بعيدا عن هؤلاء الإساءة لمقام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا الحزب الطائفي، الحزب العنصري الحاكم في الهند في هذا المقام، في إطار السياسة الطائفية التي ينتهجها الحزب الحاكم الهندي تجاه الإسلام والمسلمين. فجاءت الإساءة لمقام النبي الكريم في تغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جندال على حسابه الرسمي على تويتر، وتساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة، والتي لم تبلغ حينها 10 سنوات. وقد قوبلت هذه الإساءة بردة فعل قوية من مسلمي الهند ومن الدول الإسلامية والعربية ومن الشعوب الإسلامية في هذا المقام، على الرغم من أن الحكومة الهندية وخصوصا وزارة الداخلية سلكت مسلكا عنيفا تجاه المتظاهرين المسلمين والصحفيين الذين يرصدون هذه الانتهاكات. هذه الانتهاكات المتكررة التي أراها استراتيجية عالمية في هذا المقام، ما بين من يقوم بانتهاك حقوق المسلمين في بعض هذه الدول، وما بين ذلك التواطؤ العالمي في هذا المقام الذي يمرر هذه الأحداث من دون إدانات ومن دون مواجهة حقيقية في المحافل الدولية، إلا من بعض منظمات غير حكومية تقوم بإثارة هذه القضايا من باب حقوق الإنسان. فإن الأمر يحتاج منا إلى تأسيس ما يمكن تسميته باستراتيجية. الاستراتيجية في التعريف في هذا يعرف البعض معنى الاستراتيجية بأنها عقل العمل، وأنا أتبنى هذا الأمر الذي يتعلق بهذا التعريف الذي أراه فريدا ومتميزا، وهي في هذا المقام تعبر عن بصيرة وعي وجدية سعي. ورغم أن مفهوم الاستراتيجية قد أطلق في بادئ أمره في المجال العسكري في هذا المقام، إلا أنه في واقع الأمر أن معنى الاستراتيجية بهذا إنما يقوم على قاعدة من التخطيط المتكامل الذي يشتمل على رؤية بصيرة واعية، كما يشتمل على كل صنوف الحركة التي تتم في إطاره بما يسمى بالتكتيك. هذه المعاني إنما تتعلق بالأساس بالإرادة والإدارة، بالقدرة على إدارة الإرادة وإرادة الإدارة. إنها عمليات تؤكد على معاني الاستمرار والشمول والقدرة والتخطيط واستيعاب التغيير وقدرات التغيير والإرادة والتسيير. فإن معنى الاستراتيجية في أهم معانيها تشكل عقلاً للعمل والحركة. في هذا الإطار فإنني أشير إلى معنى السياق والمجال الحيوي. فالمعنى الذي يتعلق بهذه الأمة كان أستاذنا الدكتور حامد ربيع يميز بين معنيين في مفهوم الأمة، ما بين الوجود المعنوي للأمة والوجود المادي للأمة. فإذا الأمر اختفى في إطار الوجود المادي للأمة، يظل هذا الوجود المعنوي في الأمة إلى أبد الآبدين، يشكل المعنى الكامن في هذه الأمة والدائم في هذه الأمة، والمعنى الذي يتعلق بحفظ الذكر لهذه الأمة. فإن هذا من حفظ الذكر كما يشاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تكون
أمة مذكورة حتى على رغم ضعفها. وفي هذا الإطار فإن الأمة في حقيقة الأمر إنما بهذا التعبير المعنوي هي قمة التجانس الإدراكي والعقيدي المتمثل في وحدة العقيدة وثبات مبادئها، والتأكيد على الجانب المعنوي والفكري يشكل في هذا الإطار مفهوما ونظاما قيميا في هذه الأمة يحاول تبصر هذا المعنى الذي يتعلق بخيرية الأمة وحركة الأمة في هذا المقام وجامعية الأمة في هذا السياق. وهي في هذا الإطار ليست طرفا منعزلا، ولكنها وسط يتحرك بين العالمية وبين الوسط الذي هو معنى حضاري تتفاعل فيه عناصر الجغرافيا والمكان وعناصر التاريخ والزمان وعناصر الإنسان والكيان في حركة وسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي وسطية بمعنى هذه الجامعية الممتدة في الزمان والمكان، والممتدة في إطار أنها تكون مسكونة بنظام من القيم تحرك فيه كل عناصر التوسط الجامع بين ثنائيات مفتعلة تتراحم لا تتصارع، ثنائيات تتدافع لتحقيق الإعمار للهدم أو التخريب. حركة الأمة الوسط تعبير عن الجعل الإلهي بالصيرورة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن للأمة عناصر ومقومات. جماعة يسودها الإيمان بالمقومات الأساسية للعقيدة الإسلامية، وجماعة تشكل إدراكاً واحداً فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية، وتربط جميع عناصر تلك الجماعة عناصر التضامن المطلقة. ومحور ذلك كله في المقوم الرابع الوظيفة الحضارية لتلك الجماعة المتضامنة، الذي يعني المعنى المتعلق بالجهاد والاجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن هذه السبل المتعددة تفرض علينا هذا المعنى الذي يتعلق بالاستراتيجية، وتفرض علينا ذلك المعنى الذي أكدت عليه أستاذتنا الدكتورة منى أبو الفضل رحمة الله عليها حينما تحدثت عن الأمة القطب التي تؤصل صفة مركزية جامعة في هذه الأمة. ومن هنا يجب علينا الاهتمام بقضية تركستان الشرقية باعتبارها موضوع مهم وأساسي من موضوعات الأمة الإسلامية في ظل ما يتعرض له الأجور ككيان مسلم من جانب الدولة الصينية على كل الأبعاد وفي كل الأحوال، ومدافعة كل ما يتعلق بالهدف من طمس الهوية الأوغورية وتذويب ديموغرافيتهم، وتغيير كل ما يتعلق بتركستان الشرقية كيانا وبنيانا وإنسانا وإسلاما. إن تحديات الهوية الثقافية لمواطني تركستان الشرقية وأوضاعهم الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تفرض علينا العمل برؤية فكرية ومنهجية علمية متميزة. وهنا فإنني أؤكد على هذا الأمر الذي يتعلق بجملة التحديات والاحتياجات، وضرورة أن نقوم على بناء استراتيجي قويم في إطار حاجة هذه الأمة الماسة إلى عقل استراتيجي لهذه الأمة في التعامل مع مثل هذه القضايا، وتحديد الاستراتيجية الفاعلة والكفءة والمؤثرة قبل الحديث عن الاستراتيجية التي تتمثل في عدة أمور. فإننا نحتاج إلى هذا العقل الاستراتيجي الجامع ما بين الإرادة والإدارة. وفي هذا المقام فإن هذا التيار الرئيسي للأمة لا بد وأن يحسن إدارة الصراع والقدرة التدافعية وإدارة الأزمات وإدارة الفرصة، بل يخرج من المحنة إلى المنحة في هذا الإطار
ضمن فرص تؤكد على هذا الشأن الإسلامي والاستراتيجي الذي يتعامل مع هذه الأمة وحقائقها المعنوية. إن لهذه الأمة مكانها ولديها إمكانية وقدرة. هذه الأمة هي التي تحول الإمكانية إلى مكنة، فعالم الإمكانية يجب أن يتحول إلى عالم مكنة، وعلى الأمة أن تبحث عن عالم مكنون لديها. فمن مكان وإمكانية ومكنة ومكنون تأتي المكانة، والمكانة لابد أن ترتبط بعناصر غاية في الأهمية يمكن أن تحقق عملية التمكين في المكان، والتمكين للإنسان، والتمكين في الزمان، والتمكين لهذه العقيدة المتمثلة في خير الأديان. أنه لا يكفي العمل على المستوى الفكري بالدراسة والتحليل، وإنما يجب الاجتهاد في اقتراح البدائل في هذا المقام. ومن هنا فإن لدى هذه الأمة موارد واستجابات تقدم استراتيجية تقوم على تحديد 10 عناصر موجودة في الاستراتيجية المقاصدية في هذا المقام، وهو أمر يتعلق بضرورة بناء هذه الاستراتيجية. وعلى أهل تركستان من علمائهم وكذلك من علماء المسلمين أن يقدموا هذه الاستراتيجية لمواجهة أزمات الأمة في جغرافيتها الممتدة، بحيث تقدم ما يمكن تسميته بالمقدمات والمقومات، المقاصد الهامة التي تتعلق بالمداخل الجامعة، ثم منظومة العلاقات التي تحتوي على مفردات متكاملة تتمثل في القيم السارية والوسط الحاضن والسياق المحيط. ينشغل هذا المثلث بتفعيل هذه الاستراتيجية وتشغيلها في ميدان هذه الأمة ومواجهة تحدياتها وأزماتها. أما الأمر الثالث فيتعلق بالمجالات، وهي كما أكد الإمام الشاطبي وأكد غيره من قبله ومن بعده أن هذه المجالات دين ونسل وعقل، دين ونفس ونسل وعقل ومال، وهذه هي أركان العمران. فليس هناك حضارة بدون دين، وليس هناك دين إلا وأنبت حضارة. تحديد الأولويات وهو جزء مهم في المسائل التي ليست على شأن واحد وليست على شاكلة واحدة، فللإنسان أن يحدد موازين أولوياته. ومن رحم هذه الأولويات تولد فكرة المعايير والموازين والموازنات في هذا المقام، بما يؤكد التأكيد على ميزان المصالح وميزان الضرر وميزان الضرورة حتى نتدبر أمورنا في مثل هذه الأمور. أما الأمر السادس فهو يتعلق بالحفظ، والحفظ واستراتيجيات الحفظ في هذا المقام هو حفظ على مستويات تتعلق بحفظ الحرص وحفظ الاتباع وحفظ البقاء وحفظ الأداء وحفظ البناء وحفظ النماء وحفظ الانتهاء. ومستويات الحفظ في هذا تتحرك ضمن هذه الاستراتيجية بحيث تقدم صورة كاملة لحفظ عناصر هذه الأمة، إمكانات ومقدرات، وتحويلها إلى مسألة تتعلق بالمكانة في هذا المقام. الأمر السابع هو المناطات، وهي عمليات تتعلق بإدراج الجزئي في الكلي. والأمر الثامن يتعلق بتدبر الواقع والتحديات والأزمات التي تحيط بعالم الأمة في هذا المقام، بما يعني فهم هذا الواقع المعيش في إطار فقه الواقع وفقه المجال وفقه الحال وفقه المآل. أما الأمر التاسع فهو أمر يتعلق بعلم الوسائل،
بما تشمله من أدوات وآليات وأبنية ومؤسسات وقواعد وإجراءات في هذا المقام، ليقدم هذا الفقه القويم في إطار علم الوسائل والأبنية والإجراءات والمؤسسات والأدوات والقواعد والإجراءات، وهي من علوم الإجراء والإدارة في هذا المقام. وجب علينا فيها استثمار كافة الوسائل بما يليق بهذه التحديات ومواجهتها. أما الأمر العاشر فهو يدرس المستقبل، وهو اعتبار المآل، وهذا ما تحدث عنه الشاطبي عن علم المآلات، وهو العلم الذي من خلاله ندرس الأمور التي تتعلق بواقعنا حتى نشيد مستقبلنا وفعلنا وفاعليتنا وتفعيلنا ومؤسساتنا، ونرى هذه المآلات في الواقع تأثيراً وفاعلية. إن المدخل المقاصدي بما يشمله من ذلك إنما يشكل إطاراً استراتيجياً مهماً. وفي الختام لا يسعني في النهاية إلا أن أؤكد أن استرداد المحفزات الأساسية لبناء تصور استراتيجي يعني أنه من الواجب أن نتفهم طبيعة السنن والشروط لبناء عقل استراتيجي يقوم ببناء أصول استراتيجية جديدة. تلك الشروط إنما تتعلق باستمداد أمور أساسية على طريق بناء الاستراتيجية. أولها رد الاعتبار لمحورية قضايا الأمة في النطاق الشعبي والعلمائي وكذلك في النطاق الرسمي. ثانيها يتعلق بحفز استراتيجية المقاومة باعتبار اعتماد نظرية الساقين، والتي تعتمد على ساق تتعلق بالعمل السياسي وأخرى تتعلق بالعمل المقاوم، يقوم على رؤى استراتيجية تتعلق باسترداد الحقوق بكل الطرق المتاحة والتي تضيف للقضية ولا تخصم منها. وثالثها استرداد حقيقة وجوهر دور الشعوب في تفعيل ما لديها من إمكانيات، ومن ذلك المقاطعة الاقتصادية. رابعها ضرورة حسم القضية الأساسية التي تتعلق بتحديد العدو وعمليات عدوانه وأشكالها، وتوظيف علاقاته مع الدول الإسلامية والعربية في هذا المقام للحفاظ على أدنى مستوى من مستويات الاهتمام بهذه القضايا في أمتنا الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.